ايه فايدة الفيديو غير ان هو هيخدع بعض الناس ان وهم عندهم اصابة المفروض ان هم يشيلوا اوزان تقيلة وما يهتموش لكلام الدكتور. ده كومنت جالي على الفيديو اللي لسه منزله، عبارة عن ان انا بقول يعني انه دكاترة العظام بتقول للناس ريحوا 100%، ما تشيلوش اي اوزان عشان الاصابة ما تزيدش. بس انا في تأهيلي وفي تماريني بشيلهم اوزان عادي جدا. اكيد انا ما اقصدش من الفيديو ان انا اذي الناس او اضرهم، ما هو انا ده شغلي، فليه هقول حاجه تاذي الناس او تضرهم؟ بس هي الفكره انه دكاتره العظام فعلا، وفي دكاتره علاج طبيعي بيعملوا كده، وفي دكاتره مخ واعصاب بيعملوا كده، ودي حاجه انا دايما بعترض عليها، ان هما بيخوفوا الناس قوي من اصابتهم وبيخوفوهم قوي من اي تحميل على المفصل او العضله او ايا كان المنطقه اللي فيها الاصابه. يعني واحد اتصاب وهو شايل 100 كيلو، ما هو لو شال 10 مش هيحصل له اصابه، لو شال 20 مش هيحصل له اصابه. بالعكس، ده لما يخاف وتخوفه وتقعده في السرير اصابته تزيد، وده اللي العلم الحديث اثبته وكل الابحاث والدراسات اثبتته. لكن ان انت تديله تحميل خفيف، فتحميل فتحميل فتحميل، فيرجع لرياضته، يرجع للجيم، يرجع لحياته الطبيعيه، هو ده الصح وهو ده التأهيل وهو ده اللي انا بشتغل بيه. والحمد لله بيجيب نتائج كتيره جدا مع ناس كتير قوي. لكن فكره ان انت تقعده في السرير وتقول له ما تنزلش الملعب تاني ولا الرياضه تاني، ده غلط. ما هو ده هيأثر على نفسيته وهيزود اصابته. فانا غرضي من الفيديو مش ان هو هجوم على دكاتره او كده، بس الفكره شويه في اكتر توعيه، ان انا افهم الناس انه مفيش اي مشكله في ان انت لما تيجي تعمل تأهيل ان انت بتشيل اوزان، بس طبعا انت بتشيل اوزان بالقدر الكافي اللي ينفعك في اصابتك، وده اللي بيحدده دكتور العلاج الطبيعي. وفي نفس الوقت في حالات ولكن مش كتيرة ونسبتها قليلة بتحتاج ان هي ما تشيلش اي اوزان، ده حقيقي. زي الحالات اللي فيها كسور، زي الحالات اللي فيها خلع متكرر، زي الحالات اللي فيها جبس، زي الحالات اللي فيها عمليات معينة، دول اكيد في الاول مش هيشيلوا. بس حتى لما نيجي نشوف على اللونج تيرم بعد شهرين وثلاثة لما الكسر مثلا يلتئم، بنرجع نشيلهم اوزان تاني عادي. فلازم نخلي بالنا من النقطة دي، انه الاوزان والتمرين مفيد جدا لاصابتك، لكن لما يتعمل تحت اشراف ويتعمل بالطريقه الصح.